أهلا بيكم وموسم جديد من برنامج فار على الفطار. في الموسم الثاني من فار على الفطار هدف البرنامج تصحيح مفاهيم أو عمل مقارنات بشكل سليم، كمان حل مسألة أو جدل بين طرفين مختلفين. ضيف الموسم ده ممكن يكون رياضي، فنان، ممثل، منتج، إعلامي، رجل أعمال أو عالم. ضيف حلقة اليوم المهندس أحمد جمال الزيات، خبير البرمجيات والذكاء الاصطناعي. احمد جمال الزيات السي او لشركه EMS وكيل شركه سيمنز في التحكم والذكاء الاصطناعي في مصر. ايه اصلا الذكاء الاصطناعي؟ ان انا عندي البرمجه العاديه، انا بطلب من الكمبيوتر يعمل لي حاجه فبينفذها. الذكاء الاصطناعي لا، انا بخلي الكمبيوتر بديله بعض المعلومات او بديله خوارزميه او موديل معين، هو بيبدا ياخد المعلومات المحيطه، بيبدا هو يفكر، بيبدا هو ياخد القرار من عنده، وفي الغالب بيبقى تفكيره قريب جدا لتفكير الانسان. طيب ازاي احنا قدرنا نعمل تفكير الانسان؟ مع بدايه سنه 1986 في حاجه اسمها الديب ليرنينج. بعيد عن المصطلح الديب ليرنينج اللي هو التعلم الطويل، ان ازاي ان انا يبقى عندي معلومات وليكن 10000 معلومه، ازاي اطلع استنتاج واقول لك ده ريكومنديشن او دي الحاجه اللي انا يفضل انت تعملها، مثلا سواء كان في المصنع، سواء كان في العربيه، سواء كان في السوشيال ميديا، سواء كان في حياتنا اليوميه العاديه. فمن هنا بدأ يكون في بعض الاهتمامات من بعض الشركات العالمية ان ليه احنا ما نطورش برامج الكمبيوتر العادية، بحيث ان احنا ندي امكانية للبرنامج نفسه ان هو يفكر نتيجة المعلومات المحيطة، ويبدأ هو ياخد قرار. ممكن يكون القرار اللي بياخده يعني يكون مجرد من المشاعر الإنسانية اللي احنا بنمتاز بيها، يكون ما عندوش اعتبارات سياسية، يكون ما عندوش اعتبارات جغرافية أو جيوسياسية بشكل كبير. فبدأ الموضوع ينجح بشكل كبير جدا مع أول تطبيق عملي ملموس، إن لما عملوا برنامج شطرنج وقدروا يكسب بطل العالم في سنة 1994. فمن هنا بدأت الأنظار كلها لا، طب إزاي إحنا عملنا برنامج وقدر يكسب بطل العالم، وقدر ان هو يتغلب على عقليه واحد من اذكى الموجودين على مستوى العالم في لعبه الشطرنج. الذكاء الاصطناعي ده مش حاجه ثابته، هو علم، هو علم زي علم الاحياء، زي علم الفيزياء، زي اي علم في الدنيا. فبدا ممكن استغله بشكل ايجابي لنفعه البشريه، ممكن استغله بشكل سلبي. التطور بقى اللي احنا بنشوفه حاليا دلوقتي لما بدانا من اول 2017، دي بقى الموجة الحقيقية، ان بدأت كل الدول وكل الشركات بتتكلم على الذكاء الاصطناعي نتيجة التحول الرهيب في موضوع الترانسفورمر، اللي هو ان ازاي الذكاء الاصطناعي او ازاي الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر تفهمنا، تتكلم معانا. خليني اقول لك الاول هو يعني ايه اصلا شات جي بي تي عشان نفهم ايه الفرق. شركة جوجل بتستخدم الاي اي بقالها اكتر من 20 سنة في تطوير موقع البحث اللي هو جوجل، بحيث ان انت لما بتيجي تكتب اي حاجه على جوجل بتطلع لك نتائج البحث بشكل معين. ففي شركه اسمها اوبن اي اي، وعلى فكره ايلون ماسك كان من اول الداعمين واول المستثمرين فيها، لكن حصل خلاف وطلع يعني عن اوبن اي اي، وشركه مايكروسوفت هي شبه استحوذت على اوبن اي اي حاليا. فشركه اوبن اي اي كانت شايفه ان ما ينفعش نسيب تطور الذكاء الاصطناعي لشركات هي الهدف منها هو الربح والمكاسب بس. فهم بدأوا يطوروا أجزاء من الاي اي اللي هو اوبن اي اي، يعني من البرامج، منها برنامج شات جي بي تي. فشات جي بي تي لما نزل وخصوصا في مصر أو في معظم البلدان وخاصة في الشرق الأوسط، كانت الميزة إن هو سهل الاستخدام، مش محتاج آخد تدريب إن أنا عشان أتدرب عليه عشان أتعلمه بشكل قوي. الحاجة التانية إن هو عبارة عن حاجة بسيطة جدا موجودة في كل الويب سايت الموجودة، هو تكست بوكس بكتب فيه السؤال او بساله سؤال، هو بيجاوبني على اي معلومه انا عايز اعرفها. ده موجود في جوجل، موجود في برامج بحث كتير جدا زي فايرفوكس وزي العديد من برامج البحث الموجوده. لكن اللي يميز الشات جي بي تي هي حرف التي، هي ترانسفورمر، بمعنى ان في الغالب جوجل لما باجي اساله اي برامج بحث باجي اسالها هو بيجيب لي وفقا للكلمه اللي انا عايزها، لو الكلمه مش موجوده مش بيجيب الحاجه. هو الميزه في شات جي بي تي ان هو قدر يعمل موديل معين يفهم معنى الكلام زي البني ادم. فما قدر يفهم معنى الكلام زي البني ادم بدأ يتكلم معانا اكنه واحد صاحبنا. فمن هنا بدأ يكون في نوع من الحميمية في التعامل مع السوفت وير اللي هو شات جي بي تي. فمن هنا بدأنا ندخل في عصر جديد، ده الاي اي يقدر يحل مكان الانسان، يقدر يعمل كل حاجة، يقدر يجاوب على اي سؤال، يقدر يكتب لنا ابحاث مثلا علمية، بيقدر يكتب لنا، ممكن تكتب كود دلوقتي. يعني مثلا
من الحاجات اللي بقت مهمه جدا ان عدد كبير جدا من اللي شغالين في البرمجه بيبعتوا لشات جي بي تي انا عايز اكتب كود عن كذا وكذا وكذا وكذا، يعمل لي كود يعمل لي مثلا ساعه مثلا، او يعمل لي فانكشن معينه، او يعمل لي اي تولز معينه. باختصار شديد جدا هو قدر يفهم طريقه تفكير العقل البشري، ولما بيجي يقول لك الاجابه مش بيقولها لك كمعلومات، بيقولها لك كنظام ان واحد صاحبك. في حاجات زي معظمها في الفيديوز والصوت والمونتاج، يعني لو حاجات زي كده لكن في الحياه اليوميه هو حاليا هو شات جي بي تي. لان خليني اقول لك ان شات جي بي تي بيتطور بسرعه لان هو اوبن سورس اكتر شويه، وانت بتتكلم في اكتر من التوكينجز بتاعته، بتتكلم في اكتر من 28 مليار موديل موجوده فيه. فالموضوع معقد جدا. على المستوى الشخصي اللي انا اساله اسئله ويجاوبني عليها هو شات جي بي تي هو الافضل. لكن في بعض البرامج زي المونتاج، زي الصور، زي الفيديوز، زي الاسهم والبورصه، حاجات كتيره جدا الناس بتستخدمها، توقعات سعر الذهب. خلينا برضه عشان الناس مضخمه شويه موضوع الاي اي، خليني اقول لك ان في القرن ال18 لما بدا الالات تدخل مصانع، كان عدد كبير جدا من العمال كانوا بيروحوا بالليل ويكسروا الالات. في الثمانينات والتسعينات كان المدرسين كانوا بيهاجموا الطلبه الممنوع آلة حاسبه، عشان الآلة الحاسبه دي بتبوظ مخ الطالب. يعني دلوقتي الاي اي فهو فيه حاله من الفزع، ده طبيعي. الموضوع مش بالشكل الناس بتتكلم عليه. هو الاي اي هو علم، هيبقى فيه منه جزء نافع وفيه منه جزء ضار للبشريه لو تم يعني سوء استخدامه بشكل معين. لكن حاليا دلوقتي الاي اي بقى مجبرين نتعامل معاه، وبدأ يبقى فيه وظائف جديدة الاي اي هيتم استحداثها نتيجة وجوده في حياتنا اليومية. يعني ولو احنا جينا قلنا لا مش هنستخدم الاي اي، او احنا خايفين منه او خايفين من التأثيرات السلبية بتاعته، في دول تانية هيتم استخدام الاي اي فيها. لان الاي اي ده هيساعدنا في واحدة من اكبر المشاكل اللي بتقابلنا في مصر، التحول الرقمي. يعني احنا بقالنا اكتر من 7-8 سنين في موضوع التحول الرقمي، في نتائج ملموسه قويه، لكن في بعض الكسوف في التحول الرقمي. عشان تحل الموضوع ده انت لازم تستخدم اي اي، يعني انت ما عندكش بديل. في وظائف معينه، طبعا في وظائف معينه هو بدا اصلا. يعني خليني اقول لك مثلا ان حتى في قناه هنا تلفزيونيه في مصر جابت مذيعه مثلا بالاي اي، عشان خلاص ما عايزين يستغنوا عن المذيعه وهي تبقى مذيعه بالاي اي. في حاجه تانية مثلا هتساعد الاي اي في موضوع الاشخاص، هو الهولوجرام. في حاليا دلوقتي بعض الابحاث ان ازاي نستفيد من الماكس بتاع الاي اي مع الهولوجرام. فعندك مثلا موضوع الميديا، لا موضوع الميديا بشكل كبير، حتى كمان الاستهداف والشرايح المجتمعيه بشكل معين الاي اي داخل فيها بشكل قوي. اكتر دوله استفادت من الاي اي بشكل قوي جدا هي الامارات طبعا، وهم عندهم وزاره للذكاء الاصطناعي. والامارات دايما هي من اكثر الدول في الشرق الاوسط استفاده من الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. لكن الذكاء الاصطناعي بستخدمه في مجالات الطب، في مجال العمليات، في مجال المستشفيات، في بستخدمه في الهندسه، بستخدمه في الحسابات وبرامج الحسابيه وتحليل والتنبؤ. يعني الميزه كمان في الاي اي بقى في حاجه، ان هو بيتنبأ بالمشاكل، لان هو بيتنبأ بيه عن طريقه البرامتر المحيطه. هو الاي اي هو بيعتمد على برامتر بتدخله، هو بيعلم نفسه بنفسه. هي دي الميزه بتاعته، ان هو مثلا انا دلوقتي دخلت له مثلا 20 معلومه، بعد شهر دخلت له 50، بعد كده هو عمل حاجه وطلعت غلط، هو عارف ان هو عملها غلط. لما بيجي يحصل نفس الكونديشن اللي حواليه، البرامتر اللي حواليه ما يعملهاش تاني. جايين لسبب واحد، انت عندك موارد بشريه قويه جدا في موضوع الاي اي. انت عندك عقول مهندسين مبرمجين مصريين، انا مش عايز يعني اقول نسبه معينه عشان ما عنديش رقم ثابت، بس عدد كبير جدا من المهندسين اللي شغالين في الاي اي في الامارات وفي السعوديه وفي امريكا وفي اوروبا مصريين، ومن افضل عقليات على مستوى العالم في الاي اي جاي من مصر وبيشتغلوا فريلانس. طيب هو طبعا حرفيا هو حاليا دلوقتي بيحصل، بس لازم في وجود السي او، هو لان هو بيدي نصايح اعلى من البشر. يعني هو ايه، يعني ايه الميزه بتاع الاي اي؟ الميزه بتاع الاي اي انا بقول له والله انا عندي ميزانيه كذا، عندي ماركت كذا، عندي بيع كذا، عندي موظفين هيومن ريسورسز، عندي اوفر هيد كذا، الاي او اي اللي انا محتاجه كذا. فهو بيديني انا كسي او، والله يا احمد انت عشان تحقق التارجت ده وتحقق النت بروفيت ده انت محتاج تعمل 1 2 3 4. اللي هو بيقوله لي هو واخد خبرات 200 سنه وهتنجح فعلا. يعني على سبيل المثال مثلا بورصه وول ستريت، بورصة وول ستريت بعض الشركات الكبيرة عندها سوفت وير بالاي اي بيتنبأ بالاسهم قبل ما يعني بتعلى او بتزيد. هو عبارة عن مستشار ليك. يعني خلينا اقول لحضرتك
الاي اي هو خلق لمساعدة وتحسين حياة الناس. بالنسبة لمصر والدول العربية أتوقع أن هيكون في العديد من الشركات الناشئة وخاصة من الشباب هيدخلوا مجال الاي اي، وهيتم تطوير العديد من البرامج. البرامج دي هتساعد في كل المجالات، في الكورة، في البيزنس، في المانجمنت، في الفاينانس، في كل حاجة، في الطب، في الهندسة. هيكون عندنا العديد من البرامج اللي تم يعني خلقها وصناعتها من قبل شركات محلية موجودة في الشرق الأوسط. ده اللي أنا متوقعه. الجزء الثاني الخاص بالحكومات هيكون فيه يعني تحول رقمي بشكل أفضل. هيكون في ربط ما بين الوزارات، هيكون في مساعدة للهيئات بكل، هنقضي على الروتين وعلى البيروقراطية بشكل كبير جدا. وبالنسبة لمصر بشكل خاص أتوقع مجال الهندسة ومجال الطب والإعلام دول أهم 3 مجالات ال AI هيحتل مكانة قوية جدا فيهم. شكرا ليك.